السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة البط والمحشي. والبط النهاردة أول مرة أعمله معاكم، البط بالبرتقال. البط بالبرتقال ده طلع تجربة جميلة جدا، جربوه هيعجبكم. البرتقال عطي طعم جميل للبطة وعطي طعم جميل للشوربة وكان جميل جدا. أنا كنت في اليوم ده عاملة محشي، والبطة هحط فيها البرتقال ازاي. حطيت فيها الاول ملح وفلفل اسود وقلبتها كده زي ما انتوا شايفين، وقطعت شويه حاجات اللي انا بوريه لكم دلوقتي، طماطم، جزره، بصله، حطيتهم جوه. بعد ما حطيت الفلفل الاسود والملح حشيتهم كده، وعصرت البرتقانه، هي برتقانه واحده بس. هوريكم كل حاجه. وعصرت البرتقانه جوه البطه وحطيت البرتقان برضو جوه البط حتى بعد ما عصرتها بالطريقة دي. التجربة دي عجبتني جدا، كان طعم البط جميل جدا وطعم الشوربة. البرتقان مش ما تقوليش ان هو برتقان، هو عطي نكهة حلوة للشوربة والبط. وهحطها دلوقتي اشوحها بالطريقة دي، شوية زيت ومستكة، وحطيت المية عليها ولما غلت حمرتها وكانت جميلة. شوفوا شكلها جميل ازاي، انا محمرها في الشوايه. واوريكم برضو المحشي اللي انا عاملاه. اللي عايزه تعرف طريقه المحشي انا عاملاه في القناه قبل كده، لفلك لفه في القناه وانت هتشوف انا بعمل المحشي ازاي. المحشي ده محشي مشكل، انا دايما بحب اعمله مشكل عشان كل واحد ياكل الحاجه اللي هو بيحبها. ورق عنب وكوسه وفلفل وكرنب، محشي مشكل كان جميل جدا.